تعالي نعمل مع بعض الجلاش باسهل طريقه واقل تكلفه. كل سنه وحضراتكم طيبين، داخلين على رمضان فاحفظوا الوصفه لرمضان ان شاء الله. معايا لفتين جلاش و4 كوبايات سكر للشربات وزيهم ميه ومعلقتين فانيليا وعصره ليمونه بعد ما نحطهم على النار. كده انا بحط السكر، احط نفس المقدار 4 كوبايات ميه، وبعدين هحط الفانيليا، وبعدين كده انا فتحت لفه الجلاش وقسمتها نصين على قد حجم الصينيه بتاعتي. وانا عندي مكسرات هنا، فول سوداني وزبيب وسكر وجوز هند. انت لو شوفي اللي تحبيه في المكسرات وحطيه، كل واحد على حسب مقدرته. هنا حطيت في الصينيه دهنتها سمنه، وبعدين جبت يعني فرخين كده من او رقين من الجلاش بتوعي ودهنتهم سمنه. بين كل رقين والتانية بحط مسحه سمنه كده عشان يبقى مورق معايا. كده حطيت نص اللفه، بعدين هحط المكسرات واحط عليهم رشه سمنه، وبعدين احط باقي اللفه. انت ممكن تدهني زبده او زيت، بس هو الافضل السمنه البلدي الصراحه. كده انا بحط باقي اللفه. كده جاهزه معايا. هعمل بقى معاكم الصوابع، هنطبقها بالطريقه دي. هم معايا برضو ورقتين عشان ما يتقطعش مني. هعملها اطبقها بالطريقه دي واحط فيها المكسرات، وبعدين هطبقها كده عشان ما تنزلش مني، تفكش مني. تمام. اول صباع عندي بقى الشربات يكون سخن والجلاش بارد، حبه بسيطه يعني. تمام. او الشربات بارد والجلاش سخن، الاتنين عكس بعض يعني، واحد بارد واحد سخن. كده لفيتهم معايا كويس. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو، وصلي على النبي في الكومنتات. الصلاه والسلام. كده كان لفوا معايا كويس. ده كان الشربات بس مش الكميه كلها. عايزه تعملي كميه اقل هتقللي كل حاجه بالنص، يعني كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ورشه فانيليا وكده، يعني هتقللي الكميات للنص. كده كنت بسقيها بالشربات. الصوابع بقى دي هنحطها في الشربات دي، جزء من كميه الشربات مش كل الشربات اللي عندي. فانا هنسقط كده الصوابع فيها ونسيبها حبه شويه صغيرين يعني تشرب، وبعدين نحوشها. وكده كان جاهز معانا.